الشاي ده هموت واشربه. انا حسيت ايه الحالة لا استنى بقى الشاي ادام شرب الشاي عايزين تشتغل الدنيا حر فشخ. انا لابس الجاكيت ده مش عارف ليه الوضع ده مكتوب عليا. غالبا اليوتيوب عرفت كده. انا مش عارف احنا يعني لبسنا ونزلنا انت وجبنا كرسيين وقلبناهم وعملنا شاي كده بقينا 70 محتوى. موبايل وستاند. لا اقول كام ما هم مش شايفينها بقى. ده انا سفيت. هي الكاميرا بتاعتي دي ولا دي؟ لا دي كاميرا المراقبه. يعني انا الكاميرا اكلم هنا. اتكلم لانك لو كلمت دي انا بناشد من هنا الجمهور ان احنا صارفين. انت عارف ان الحلقه دي في الغالب ممكن ما تعديش 600 700 فيو. ده كتير يا عم. ده كتير. ده كتير. اللوكيشن بسيط مش عشان احنا لو بادجت لكن علشان دي الفكره. لكن احنا كنا نقدر نعمل ديكور وسيت اب. وتسالني عايز تعمل كونتنت على يوتيوب من سنه كام؟ اقول لك من 2015 مثلا. ايه يعني اخر 11 سنه. يعني انا شايفها منطقيه بصراحه. بالظبط. اصل هو كان يعني الراجل هيستعجل وبتاع الموضوع على فكره كان اصعب زمان. كان اصعب بكتير يعني في 2015 كان اصعب لانه كانت كاميرات الموبايلات بشعه. وكانت تسجيل المايكات كانش فيه خالص الليفل اللي هو ان انت تخش تطلب من على امازون تجيب حاجه شبه كده. في مداخله تليفونيه من او احنا بنسجل وسط الميكس. هذا انت ممكن نسجل في استوديو مقفول ولكن ادينا مرمين اللي تلابس سكك حرفيا. الكاميرات زي كاميرات المراقبه كده بتحط بكليبس على الشاشه. اعتبر نفسك مش سامع صوت الكلاب لو انت بتتفرج على الشاشه. وكان عندنا مايك عامل كده زي اللي هو تدوس عليه تقول ايه استاذ احمد يتوجه الى قسم الاطفال. وكنا بنتكلم بيه. انت كنت عايز تعمل كونتنت في الوقت ده بجد يعني. انت كنت هتبقى حابب تشوف من عده صيني. طبعا الدبان ده واقعي. انا كنت ممكن ارش بس عشان منطقيه بس كل ما ننزل في حاجه منطقيه حاجه واقعيه. كأن المنطق مش نظيف. طب هي عايزه ليه الجزء ده؟ على فكره انا عايزه تطلع بالحلقه. يعني انا هحط الاكونت بتاع الدبانه هنا. يا عم سيبها يمكن ربنا يكرمها. انت جاي تساعد جوجل جديد. سيبها من قبل الحلقه بتزن على ودان. ممكن بعد 11 سنه ايه المعلومه اللي احنا جايين نقولها؟ ال 11 سنه دي يعني اعتقد انه الدحيح ابتدى وبقى اسطوره ووصل وخلص. تمام. فانت هنتكلم في حاجه علميه يعني معلش من غير اهانه. يا عم من غير اهانه. ايه مؤهلاتنا عشان نتكلم في حاجه علميه؟ ما عندناش حاجه. ما فيش مصادر. احنا ما عندناش مصادر. ولا مصادر بس. احنا جايين هنا عشان ما عندناش مصادر. فده يخلينا ما نعرفش نتكلم في محتوى علمي. عندك مثلا نصوح. فهو ابتدى وبقى اسطوره وراح لسانتياغو ونزل عليه كل السبونسرز اللي في الدنيا. تمام. وبطل واحنا لسه ما ابتديناش. فاحنا هنجيبه ليه في الكوره؟ بودكاست. ما هو كل الناس عملوا. لا لو هو بودكاست بس هو ما قاليش انه بودكاست اسمع. فبودكاست مش تيجي. انا بقول له يا فوق ما مش الدرجه. بعد 11 سنه احنا لسه برضه ما عندناش حاجه نقدمها. بس احنا عايزين نيجي نقعد القعده اللي احنا بنقعدها مع بعض. اعتقد ان هي بتبقى مسليه وانا احب اتفرج عليها. يعني احب اشوف قعدتنا. بحس انه قعدتنا دي ممكن الناس تبقى عايزه تشوف منها جزء. احنا بنقعد منها ساعات بس لو قدرنا نطلع منها 10 دقائق قدام الكاميرا هتبقى حاجه لذيذه. ولهذا السبب هو جيلي اسم بتاع لوضع الطيران ده. لان مش انا بس لكن اي ناس صحاب بيقعدوا مع بعض بيحطوا دماغهم كده بيجي على المخ يعملوا بلان مود. انا كنت عايز اعملها دو نوت ديسترب بس حسيت الموضوع اللي هو مفيش واحد يقول له ايه شفت حلقه دو نوت ديسترب نزلت النهارده. قلنا على وضع الطيران. انا كان نفسي اطلع طيار. كارت اسبوع جاي كان مكتوب في حاجه كرينج انا فاكر بس مش فاكر ايه هي. كان مكتوب صوره طفل عامل كده ومكتوب تحتها ادعوا لي اطلع طيار. فما فهمتش. يعني انا شفت
كروت اسبوع بيبقى مليانه بقى حاجات كرنج بتاع انا ما تبصليش وبابا وماما تعبوا فيا والسعوديه والسكه دي كلها. كنت هتفهم انه لو قال دكتور او مهندس. وبعدين اصلا فكر فيها بشكل مختلف انه الاب والام مش بيختاروا الحاجات دي، هي اصلا بتبقى حاجات ستاندرد بيشتروها وبتتاخد بس يضاف فيها اسم الطفل. ليه واحد قاعد في الفجالة مثلا، لأن الحاجات دي كانت بتتعمل في مكان في مطابع وبتتوزع جاهز، ليه واحد قاعد في الفجالة قرر اللي يخلي جيل كامل دفعة كاملة من طيارين؟ هل مثلا عشان لما بيطلب الدليفري بيتأخر عليه؟ أنا أفكر فيها برضه الفجالة زحمة ده طيار. يعني عادة برضه إنه اللي بيحط عليك لود باباك ومامتك، انه بابا بيقول انا عايز يطلع زي او زي عمه او مش عارف، ماما لا انا نفسي اشوفه زي مش عارف مين دكتور. انت في واحد بره عيلتكم من اول لحظه في حياتك حط عليك هدك انه عايز اشوفك طيار صنايعي. طب سؤال، ليه الراجل ده ما طلعش هو طيار؟ ما هو بيعوض فيه، بس هو عشان عارف ان الموضوع صعب فما قررش انه في ابنه. قال لك انا شكرا. واكيد واحد في كل المصريين اللي هيستخدموا الكارت ده هيطلع طيار. صدق تبقى حلوه. يعني انا بتخيل مثلا هو بعد 25 سنه وهو بيتخرج من كليه الطيران متصور بهيبه كده والكارت. انا الحمد لله طلعت الطيار زي ما عمو كان عايز. لا خبط يجيله بالطياره فوق في الفجال السلام عليكم وينزل كده لاند ايه ما يقفش. الكارت ده مش فاكره. على فكره هو ده الوقت المناسب على فكره، عشان كده ان انت لازم مع الولاده على طول تبتدي يعني تقرر. هل الحل ان انا كان يبقى في كارت اسبوع بتاعي مكتوب عليه ادعوا لي اطلع يوتيوبر؟ ما اعتقدش ان الكلام ده وصل للفجال. اليوم حد الفجال. انا عرفت انا حياتي ما حدش راهن عليك من زمان. ما حد مش مهم الناس. الراجل اللي عمل لي كارت الاسبوع ما كتبش يا رب اطلع يوتيوبر. لو كان كتب يا رب اطلع يوتيوبر كان ما فيش الكاس. هو بص يا رب اطلع طيار، يا رب اطلع دكتور، وشيلوني بحنيه ماما تعبت فيا والكلام ده. يعني احنا حاليا احنا حصيله انه شيلوني بحنيه ماما تعبت. ده شكل طموح انه طفل وهو صغير قالوا له نفسه يحصل معاك المدينه جاست شيلوني. على فكره انا عندي الاحتياج ده لغايه دلوقتي هنقابل الاثنين اللي كانوا في 2015 وعايزين نتكلم معاهم في حوار انه نقول لهم حاجه تخلينا نوصل للقعده دي اسرع. هتعمل ايه؟ بعد طبعا ما تمسك. وبعدين احنا ساعتها الناس كلها كانت بتحاربنا. مين كان بيعاني؟ ما اعرفش، بس الناس كلها كانت بتحاربنا. هو ده الكلمتين اللي انت بتقولهم لنفسك عشان اعرف ارتاح يا عم. يعني حاسس ان انا لو قابلت الشخص بتاع 2015 هم مد ايدي عليه مش هتكلم. جايين متاخر فخلاص بقى احنا الحمد لله جينا. اولا الحمد لله ان احنا جينا وصلنا. ثانيا انه اعتقد ان احنا في حته مش حته بقى ايه انه هنابلود الحلقه ونقعد نبقى متوقعين انه نصحى نلاقي الموبايل نوتيفيكيشنز كتير. لا فاحنا عادي. انت فاهم اللي هو لو الستارت اب دي هتاخد احنا في 11 سنه دي خدت 5 16 مش 16 من 11 مش قصه. فايه رد فعلك او ايه الرساله اللي نقولها لل 300-400 فيور اللي هيشوفوا الحلقه دي؟ انت عايز رساله واحده لل 300 فيور؟ ما انت هتتعب نفسك ليه؟ مش هيسمعوها حتى الرساله مش هيسمعوها. انت فاكر في حد يقعد لاخر الحلقه؟ يعني انا مثلا لو بحس الفيور ده بيعاتبني لو انت اخرت ليه وبتاع وتساعدني كل ده وكل ده مستنيك. يا عم ما انت كمان اخرت. يا عم انت كمان اخرت. انا ما اخرتش. لا انا غصب عني. انت عارف انا جاي منين. خلاص ما ينفعش اعمل كده فيور. تشانل تاني تخش مش ما تلومنيش. هتعجبني حاجه احب اقول له معلش كان في حاجه بخلصها. كان في حاجه بخلصها. كان في حاجات كتيرة خلص وعلى فكرة احنا لسه ورانا حاجات بنخلص، بس احنا بنشتغل بره. بالظبط الحلقة دي ممكن تتذاع يبقى دول بيضوا المنتج هيفضل 20 سنة وطلع لي تجاعيد وبتاع بالراحة. بالظبط. معانا 11 سنة تاني على ما نمنتج فيه. ما حدش يستعجلني يا دوب.
انا الموبايل هي معانا البطاريه 11 سنه تاني. يا انا شايف بالظبط، محدش يستعجلني. اصل الحلقه دي مش هتغير حياتك، فما تتغير. لا عايز تغير حياتك روح عندك الدحيح حق. دوس سبسكريبشن وفعل زر الجرس او لا، على فكره بقى انا عايز اقول حاجه مختلفه، ما تفعلش زر الجرس. اوعى حد يشوف حد يلبس اللي هيجي عند الجرس. انا مش حلو الجرس اصل في عيال بتفعل زر الجرس وبتيجي. انا شكلك معايا نسيت. خلاص هاجي بالسما دلوقتي. لا، يفعل زر الجرس يقف، لكن هتفعل زر الجرس وتجري هنفتح له ويجي بعد ما تفعل. ما تطلبش منه حاجه. كتر خير. بص هي مناسبة. لو فتحت لقيت الثامنيل لقيت حلقة نازلة جديدة اتفرج، ما نزلت وانت ما عرفتش هلومك. انا جاي بعد 11 سنة هلومك يا اسطى براحتك. تفتكر في حد ممكن يسألنا الحلقة الجاية امتى والكلام ده؟ الحلقة اللي جاية امتى؟ اعتقد هيبقى في ابلكيشن اجدد من اليوتيوب. يعني لو اتعملت حاجه اجدد من اليوتيوب ممكن هتتذاع بالهولوجرام. انا ما اقدرش بصراحه، ماليش وش انه بعد ما احنا اخرنا كل ده ان اجي لسه هقول لك اعمل لي لايك واعمل لي كومنت واعمل لي شير واعمل لي سبسكرايب. لو انت حابب تعمل ده مش عايز اضغطك، لان انا عارف انه كل ما بتقابل حد بيطلب منك حاجه فتيجي كمان اليوتيوب اطلب منك حاجه يعني احنا مبسوطين. بالظبط. احنا عملنا ايه؟ يعني الموضوع على فكره سهل، انه لو قابلت نفسك من 11 سنه الموضوع سهل. احنا عملنا ايه؟ 2 شاي، حتى مفيش لا ورقه ولا قلم ولا حاجه ولا فيش كنت. مفيش. ليه مفيش كنت؟ عشان اجي على وضع الطياره. انا لسه كمان واحد بعد دي 11 سنه لسه هاجي اقعد يبقى موضوع سكريبت. احنا على وضع الطيران التاني، احنا مش في طياره. بالظبط، احنا مش في طياره، احنا في اليوتيوب اخيرا لسبب ما كان وقتك متاح واتفرجت على الحلقه كلها وانت مش صاحبنا، وده يبقى شيء غريب، او مش قريبنا وده يبقى شيء اغرب. وصلت لاخر الحلقه، ممكن قول لنا نكمل ولا عموما رايك مش مهم جدا. عموما قول لنا، لانه اكيد ده هيفرق. انت متخيل احنا محتاجين كل زقه قد ايه؟ لانه احنا بنتحرك بال11 سنه دي وحده الزمن، خطوه كل 11 سنه. وفعل زر الجرس براحتك عادي، احنا كده كده قافلينه من جوه. كده النور قاطع. كده بايظ. صح، ده الجرس دي له 11 سنه. اكيد بايظ عادي. فعل يا عم فعل. ايش بالحته دي بقى نعملها انه الشاشه سودت وصوتنا بس اللي طالع عليه يعني